السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو بناء على تعليقاتكم هو لو خيروك، وخلينا نقرا التعليقات. بصراحه جتني تعليقات كثير غريبه، وان شاء الله تعدي على خير. رح نقرا اول تعليق اجانا من حموده. لو خيروك عم بيقول لي لو خيروك تحلق دقنك ولا تشيل شعر رجليك. بتمنى تاخذ التعليق، بس هذا صعب، بيعرف انه هو صعب. ماشي، خلينا نشوف. يا حموده طبعا راح اختار اشيل شعر رجلي. انا جبت هي صغيره كمان ما شفت شعر كثير، ما راح اشيل دقني. يا ويلي الله يسامحك بس. اوه شفت؟ هاي خلصتها من اول وحده. ثاني تعليق من محمد عبد. بس حيطت لي كاتب لي لو خيروك يوم كامل من دون تليفون، بس ما في خيار تاني. لا صعبة هي، من دون تليفون صعبة يعني. في تعليق من سما مخللاتي بتقول لي لو خيروك تاكل فليفلة كتير حارة كتير حادة يعني، ولا بصلة كاملة. بدنا تاخذ التعليق. ماشي يا سما، شوفي. وهي يا ست سما، هي فليفلة بدها نقية صغيرة. هي فليفلة، هي حد نوع، مع انه ما بحب الفليفلة ابدا. الله يسامحك بس. غيره. التعليق الثاني من خيي علي رياكشن، حبيبي بقدم لك تحية. بيقول لي فيه لو خيروك تاكل بيضة نية أو تشرب 6 كاسات مي. لا بيضة نية بقى. طيب شو علوش حبيبي، هي أول واحدة. يلا الله يسامحك. هي بعد الفلفل طبعا. معك
ليست كاسات عدوش. شكرا. التعليق هذا جاينا من انور العلي يمكن. ايه بيقول فيه لو خيروك تشتغل باليوتيوب مع علي رياكشن ولا مع حدا غريب وبتحبه وبتمنى يطلع التعليق. اكيد علي حبيب قلبي، بتمنى اشتغل معك طبعا حبيبي يا علي. تعليق جديد من راني الحاج ربيع. لو خيروك بين تحقيق 3 أمنيات لا تتعلق بشخص أو اختيار 3 أشخاص للعيش معهم طول حياتك، أكيد بختار عيلتي يعني، وأمي الله يخلي لي إياها يا رب. هذا التعليق الجديد جاينا من علي حاحا، هيك مكتوب علي حاحا. بيقول لي فيه لو خيروك تكسر موبايلك ولا تكسر نظارات انفوزي. طيب يا علي شوف يا علوش، هي نظارات انفوزي هن مكسورات يعني، بس نكسرها. انفوزي مال رضا. طبعا بشكر الجميع على التعليقات الحلوة، بس والله صعبتوا لي اياها، في شغلات كثير صعبة والله. سؤال جديد، لو خيروك من آيات داديخي بتقولي لو خيروك بين 5 ملايين دولار أو 5 ملايين لحظة سعادة حقيقية. لا أكيد لحظة سعادة حقيقية، أكيد ما أي حدا بيحصل عليها. السعادة هي من رب العالمين سبحانه وتعالى. في لو خيروك بين صديقي وحبيب قلبي عبد الله حليمي، بوجه لك تحية حبيبي. لو خيروك تشرب فنجان قهوة بمعلقتين سكر أو تشرب 3 بيضات نية. لا بشرب فنجان قهوة بمعلقتين سكر. ها مجهز لك اياها، شوفوا. مش الحال عبود. في سؤال من اياد كامل بيقول لي فيه لو خيروك سنة كاملة دخان او تليفون شو بتختار؟ يعني سنة كاملة شو، بلا دخان او بلا تليفون؟ لا اكيد يعني بلا دخان، يعني بكون احسن لي لإلي يعني سنة كاملة بلا دخان طبعا. في سؤال كمان من ماستر عبد حبيبي، بوجه لك تحية، الله يوفقك يا رب في قناتك. بيقول لي فيه لو خيروك تضل نهار كامل بلا انترنت او نهار كامل بلا دخان. لا نهار كامل بلا دخان عبود. حبيبي. في سؤال تاني من عبد اللطيف ادريس بيقول لي فيه بجمله لو خيروك تنتف شعر اجريك او تشرب ماء مع صابون. اخ يا عبد. طيب شوف الصابون ده ما راح اشرب منه صابون. اي عبد اللطيف تكرم. هذيك الاجر شلناها، هي الاجر الثاني.
الله يسلمك. بس شوفها. اخ في سؤال تاني من حبيبي وصديقي كاتبنا العظيم ابو الطيب الحلبي. وجه لك تحيه حبيبي، الله يسعد لي مساك يا رب. بيقول لي فيه لو خيروك بين انه تضرب حالك كف برغوة صابون او تضرب حالك كف بالكاتشب، شو بتختار؟ بدي اسمع صوت الكف. ماشي رح سمعك صوت الكف. شوف الفيديو ابو الطيب، هي رغوة صابون، كاتشب ما رح اضرب حالي. شايفه؟ سمعت صوت الكف؟ أمرك. منوعات حلب، منوعات ابن حلب حبيبي يا سمعوه، هذا ابن خالي على راسي. لو خيروك تشيل شعرك بالسكر، ايه وشو المقابل؟ او سمعوه. انا شايف بدي اضل الفيديو كله اشيل شعر. كانه مضايقك هذا الشعر اللي هون، او سمعوا. طيب في سؤال جديد من محمد نجار. هذا كتير 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 السؤال عجبني وصعب صراحة. محمد نجار حبيب قلبي، وجه لك تحية حبيبي ابو جمله. لو خيروك تنزل على سوريا ولا يصير عندك 100,000 متابع؟ صراحة صدمت. والله يا ابو محمد بالنسبة للنزلة على سوريا هلا بالوقت الحالي انا ماني مفكر فيها. بالنسبة لهالاوضاع اللي عم تصير معنا هلا، بس ما في حدا، ما في سوري ما بيتمنى انه يرجع على بلده ويرجع على اهله وناسه وكذا. الله يرجعنا على بلادنا لكل محب وكل مشتهي، ويرجع كل واحد على بلده وبيته وحباب قلبه. بس هلا في الوقت الحالي انا ماني مفكر بالنزله، وان شاء الله يصير عندي 100,000 متابع. ساعتها بقدر بروح يعني على بلدي وبحقق اللي بدي اياه ان شاء الله. حبيبي يا ابو محمد. هون سؤال جديد من متابعة اسمها ميرو الحاج ربيع. بتقلي فيه لو خيروك بين الجمال او الذكاء. طبعا الجمال ما كل شيء بهالدنيا، اكيد الذكاء والفهم والوعي وهذا الشيء كله اكيد اهم من الجمال كله. يعني الجمال ما كل شيء بهالدنيا. شكرا على السؤال الحلو. سؤال جديد من مصطفى كرعو. مصطفى كرعو، لو خيروك انه تحط حامض بعيونك او تاكل فلفله حاره. ماشي شوف يا مصطفى، تختار الفلافل وصار لك بعيوني حامض، ما راح اقدر. امري لله بدي اعملها. شرف يا عرب. نار. حبايبي لهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يعجبكم، بتمنى تشاركوه مع اصدقائكم، تشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وتضلوا بخير والسلام عليكم.